تصحى الصبح على خناقه بين احد نجوم النادي الاهلي وصفحه من صفحات للنادي الاهلي، وده يقول له انت بتقبض من اللعيبه الثانيه، وده يقول له انت لعيب يعني لسه قدامك كتير وما بتأديش اللي انت عايزه. وخناقه ما بين الاثنين، بين كابتن احمد عبد القادر جناح النادي الاهلي واحد الصفحات الموثقه المنتميه للنادي الاهلي، وكابتن احمد حسام ميدو بيهاجم مجلس الاداره في تويتر وبيقول لهم زي ما كابتن استاذ مرتضى او مستشار مرتضى منصور عنده من الشجاعه ان هو يمشي ومشي وما كبرش، ما اعرفش ما كبرش ازاي، ده بقى له كل دوت قاعد عمال يعني يخبط في يمين وشمال، عليكم ان انتوا كمان تمشوا وتستقيلوا. وبعد الصلاه بنلاقي خبر مفاجاه وصدمه قويه جدا باقاله او بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي، ومجلس الاداره بيقول له شكرا على الفتره اللي انت قدمتها. وطبعا كانت بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بعد سنه ناجحه بنسبه 100% صدمه كبيره جدا، ده غير خناقات كهرباء والغرامه بتاعته بعد خصوصا المحامي امبارح بالليل بتاعه ما قال نتقابل باذن الله بعد نص سبتمبر ونبدا نتكلم في الموضوع. واخيرا المهاجم المنتظر للنادي الاهلي بين اسمين او ثلاثه، يلا بينا نخش في التفاصيل. يعني مش هنبدأ بالترتيب اللي احنا قلنا عليه في المقدمة، ولكن هنبدأ بالخبر الأهم لجمهور النادي الأهلي بالذات، والخبر اللي عمل ضجة كبيرة جدا في الأوساط الإعلامية وعلى السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت أو الساعات اللي فاتت على مدار اليوم، وهو خروج أو توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكورة بالنادي الأهلي. والخبر اللي كان صدمه كبيره جدا لكل عشاق ومحبين ومشجعين النادي الاهلي، خصوصا بعد موسم من انجح المواسم اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي، بالحصول على تقريبا كل البطولات، 2 سوبر، كاس مصر، بطوله افريقيا، الدوري، واللعب في كاس العالم للانديه باداء جيد، ثم اخيرا الصعود الى نصف النهائي اللي كان مع الماتش المصري اللي يعني الموسم اتختم بماتش المصري اللي فات. ايه هي الاسباب اللي تخلي مدير ناجح كبير جدا زي سيد عبد الحفيظ كان بيخاف منه كل الأندية المنافسة للنادي الأهلي يكون له خبر بإقالته بهذا الشكل المفاجئ؟ دورنا في كل المصادر وسألنا كل الناس اللي نعرفهم وجالنا كلام من كل النواحي، وكان أكتر سببين أو 3 بيتكلموا عليهم. إن النهاردة المشكلة الثانية اللي هنتكلم عليها في الحلقة النهاردة اللي هي بتاعت كابتن أحمد عبد القادر هي أحد المشاكل أو أحد أهم الأسباب اللي خلت الأهلي يوجه الشكر لكابتن سيد عبد الحفيظ وإن يحل مكانه كابتن خالد بيبو، اللي عليه لغط كتير وتساؤلات كتير، هل هو بالشخصيه القويه اللي تقدر تمسك او تسيطر على اوضه اللبس بتاعت لعيبه ونجوم كبير زي النادي الاهلي ولا لا؟ ازاي دي هي القضيه او زي هي دي احد الاسباب المهمه اللي خلى سيد عبد الحفيظ يمشي؟ ان كان في كلام ان الفتره اللي فاتت دي كلها ما كانش في سيطره على اوضه اللبس، وكان نتيجه عدم السيطره على اوضه اللبس عده مواقف، مش موقف واحد بس. احد المواقف اللي هي حصلت طبعا النهارده الصبح، وكانت الخناقه ما بين احمد عبد القادر والبوست اللي كتبه على الانستجرام بيهاجم فيه احد صفحات النادي الاهلي، وقبليها بشويه كانت الانفعالات الشديده جدا اللي بتحصل من حسين الشحات، والنهارده هو بينه وبين الشيبي خناقه في النيابه، والخناقه اللي حصلت بعد ماتش بيراميدز، وان هو دي مش اول مره حسين الشحات يخرج عن انفعالاته. ضيف عليها برضو الفتره اللي فاتت كابتن محمد هاني الباك رايت برضو خرج منه كتير من الانفعالات خارج سيطره الاعصاب والكلام ده كله، فبدات الصوره توصل لمجلس الاداره ان في عدم سيطره على اوضه اللبس. هل عدم السيطره دي بسبب ان سيد عبد الحفيظ مثلا كبر؟ هل بسبب ان كابتن سيد عبد الحفيظ يعني زهق؟ هل هي بسبب ان اللعيبه بقت حاسه انها نجوم اكتر من اللازم؟ هل دي كلها اسئله ممكن تكون اجابتها من اللعيبه او من وسط اللعيبه نفسها اللي تقدر تدينا الاجابه دي. ولكن النهايه ان كابتن سيد عبد الحفيظ هو يعني انجح انجح مدير كوره في نادي جه او في النادي الاهلي بالذات، يمكن بعد كابتن ثابت البطل من حيث الشخصيه والقوه والسيطره. فالانفلات اللي حاصل ده لو انت جيت بصيت عليه هتلاقي فعلا ان هو كان موجود، ان حسين الشحات يتخانق الخناقه دي وما يتوجهلوش اللوم، ان محمد هاني بيفرط اعصابه، تويت عبد القادر، كان في قبل كده خناقه القفشه، كان في شويه لغط. غير ان انت لو تاخد بالك ان سيد عبد الحفيظ بقى له فتره
قاعد على الدكه مالوش سلطات، ما بيقومش، ما بيتخانقش مع الحكام زي الفتره اللي فاتت. فده برضو بيودينا للسبب الثاني اللي احنا عرفناه النهارده من مصادرنا، ان في رفض من كولر لسيد عبد الحفيظ. طب ايه اللي يخلي كولر يرفض سيد عبد الحفيظ؟ الكلام اللي بيتقال ان كان في بعض التدخلات الفنيه والاراء الفنيه اللي بيحاول سيد عبد الحفيظ يتدخل فيها او يتكلم فيها مع الاداره الفنيه للاهلي، وطبعا ده حاجه رافضها كولر تماما. واتقال كلام ان الكلام ده يمكن من ايام فايلر، وان فايلر نفسه ما كانش عايز سيد عبد الحفيظ بسبب الحته دي. انت عارفين المدربين الاجانب الاوروبيين بالذات بيبقى عندهم حته شويه ان ما ينفعش اي نوع من التدخل عليهم او التدخل في افكارهم وقراراتهم الفنيه في الحته دي. فبالتالي اتنطور الكلام تاني ان الكلام ده بعد ما حصل ايام فايلر، بس فايلر ما كانش المدرب اللي واثق او اللي هو الاداره واثقه فيه ثقه تامه ان هو هيكمل وان هو عنده مشروع، غير كولر اللي اثبات كامل ان هو عنده المشروع اللي يقدر يستمر بيه. فقدر الكلام ده يكون برضو يعني زي ما بنقول ايه، الحاجه اللي العيار ما بيصيبش يدوش. فواضح ان فعلا في حته زي دي برضو وصلت لمجلس الاداره وظهرت في تفاعل كولر مع سيد عبد الحفيظ. وانا فعلا بدات ابص على الماتشات اللي فاتت للنادي الاهلي، لقيت فعلا ما فيش تواصل ما بين كولر وسيد عبد الحفيظ زي الفتره اللي هي يمكن لحد بطوله افريقيا عفوا. حسيت ساعتها ان فعلا في شرخ ما بين كولر وبين سيد عبد الحفيظ يعني، واداره النادي الاهلي عايزه تحافظ على كولر وفي نفس الوقت شايله جماهير سيد عبد الحفيظ، فبالتالي بدات تحط في لجنه الانضباط وجايب بداله كابتن خالد بيبو. ده الراي او ده الاسباب اللي جات لنا من مصادرنا في اقاله كابتن سيد عبد الحفيظ. ولكن لو جيت عند رايي انا كمحمد ثبات، انا شايف ان كابتن سيد عبد الحفيظ ما كانش ينفع يمشي. عنده قوه شخصيه، عنده نجاحات، عنده خبرات، كان لازم يتعمل قعده يتوجه له اللوم مثلا، يتحاول يتصلح ما بينه وبين كولر. اعتقد كانت في افكار تانية كتير كانت ممكن تصلح الموضوع احسن من ان يحصل عمليه الاقاله. ولكن ايه اللي حصل في الكواليس الله اعلم. صحينا الصبح النهارده، وده الموضوع الثاني المهم عايزين نتكلم عليه، على خناقه بين احمد عبد القادر نجم النادي الاهلي اللي مستواه بيقل وعايز اكد على الحته دي، وبين صفحه او صفحتين من صفحات النادي الاهلي او المنتميه للنادي الاهلي، ان هو بيتهمهم ان هم بيقبضوا من لعيبه علشان يعلوهم وينزلوهم. كابتن احمد عبد القادر، انا عايز اقول لك حاجه واحده فقط لا غير. مين اللي نادى ايام ما لعبت في سموحه وتالقت الفتره اللي فاتت او قبل ما تيجي الاهلي ان انت تيجي الاهلي؟ هي الصفحات دي اللي انت بتتهمها دلوقتي اتهام انها بتقبض. ما حدش قال ان احنا صفحات النادي الاهلي كلها ملايكه بجناحات، كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا عيوب ومش كل صفحه زي بعضها. وبحر السوشيال ميديا ياما هتلاقي فيه مشاكل كتير وحاجات كتير حلوه وحاجات كتير وحشه. ولكن هذا الاتهام الصعب المباشر القاتل لازم يكون مدروس، ما ينفعش ان هو يترمي جزافي بالطريقه دي. فبالتالي انت مخطئ خطا فادح ان انت يكون عندك هذا الاتهام بدون ان يعني يكون معاك دليل واضح، ولازم تطلع دليل واضح. وفي نفس الوقت انا مش بقول ان انت بتكذب، لكن ممكن تكون بتحصل بصور او باخرى، محدش قال انها ما بتحصلش. ولكن قبل ما تبدا تقول وقبل ما تبدا تتهم وقبل ما تفرض عقد الفريق اللي هو ماشي بشكل كويس جدا، كان محتاج الموضوع يكون معمول بشكل اكثر حنكه، اكثر هدوءا، اكثر توجيها، بشكل يكون مناسب للوضع اللي احنا فيه. ولكن الخناقه اللي حاصله دي فتحت علينا فتحه كبيره جدا، ما اعتقدش انها كان ليها لازمه في الوقت دوت. اما امبارح ظهر لنا العالمي بتويته بالليل بيتكلم فيها على ان احسن حاجه حصلت للزمالك اخر 4 شهور اللي فاتوا دول هم ان يبقى عندهم مدرب جيد اللي هو اسوريو طبعا، وده يعني لينا كلام عليه بعدين. والحاجه الثانيه ان مرتضى منصور وصل من الشجاعه ان هو يستقيل، وعدم المكابره في الخطا. مش عارف عدم المكابره بعد كل ده ايه، وان اللي فاضل فقط ان مجلس الاداره يستقيل وفورا. عندنا معلومات ان مجلس الاداره هيستقيل الساعات القادمه، وعندنا معلومه مؤكده ان مرتضى منصور راح لوزاره الشباب والرياضه عشان يقابل اشرف عبد العزيز وزير الشباب والرياضه لحد العاصمه الاداريه، ورفض ان هو يقابله. كل الكلام ده جيد، لكن عايز اوصل له للكابتن ميدو، او عايز اقول للكابتن ميدو انت كنت من كام شهر بس ايدك في ايد المجلس ده وايدك في ايد امير، وان احنا هنبني وان احنا هنعمل وان احنا. ولكن يا كابتن ميدو انا متضامن جدا مع حبك لناديك وانتمائك ليه ومحاولتك ان انت تخليه احسن، ولكن عشان تخليه احسن لازم يكون عندك صراحه مع النفس اكتر من كده. وبدل ما كنت تحط ايدك في ايدهم كنت تقول ساعتها، او تطلع تقول دلوقتي حتى لو انت ساعتها ما كنتش عايز تزود المشاكل، قول دلوقتي ان هم السبب في كل اللي في الزمالك فيه، سواء على مستوى سوء الاداره او على مستوى
الغرقان في الديون اللي هي حاصله لحد دلوقتي، لان هو ده الواضح والصريح. ولو انت عايزين تبيعوا وهم جديد لجمهور نادي الزمالك، فحبي لاصدقائي من جمهور نادي الزمالك ما يخلينيش ابيع معاكم الوهم ده. مشكله نادي الزمالك الاساسيه كانت عائله مرتضى منصور بكل ما فيها من سوء اداره وسمسره ولعب من تحت الترابيزه وغرقان في الديون وحب الظهور والشو، ده غير التلفظ بالفاظ صعبه جدا والحرب على الكل. فبالتالي هي دي الحقيقه اللي انت محتاج توصلها لجمهور نادي الزمالك دلوقتي. ولو انت مش عايز توصلها بشكل صريح هبدا اقلق وافكر واقول لا ده ممكن مرتضى يرجع تاني وتطلع الاستقاله دي ايه برضو يعني كلمه وهيترجع فيها زي ما حصل قبل كده. النقطه اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيها غرامه كهرباء اللي حصلت او اللي اتكلموا عليها. وغرامه كهرباء انا برجع اقول المفاجاه وباكد المفاجاه ان الكلام كله كان بيتقال ان كهرباء مش هيلعب لمده 6 شهور حتى لو دفع الغرامه، لا. واللي اكد كلامي ان اشرف عبد العزيز المحامي بتاع كهرباء امبارح نزل على الفيسبوك وقال نتقابل بعد ايقاف القيد في نص سبتمبر، وده بياكد ان كهرباء كده كده هيدفع ولازم يدفع الفلوس ولا محاله ان هو يدفع الفلوس، ولكن هي عمليه تاخير لدفع الفلوس فقط لعدم استفاده النادي الزمالك اللي هو المنافس المباشر للاهلي. وده طبيعي جدا ان اي منافس مباشر بيحاول يعرقل المنافس بتاعه، فبالتالي كهرباء كده كده هيدفع غرامه. ولكن الفكره ان انت وقت ما تدفع الغرامه هتلعب، والاهلي استغل ايقاف كهرباء المحلي وعدم وجود ماتشات في الدوري دلوقتي وقبل فتره القيد ما يدفعش الفلوس، واستنى ومد الحيثيات ان هو ما يدفعش الفلوس غير بعد فتره القيد وفي الوقت اللي هو ممكن يستفيد فيه كهرباء ويأخر استفاده الزمالك بالفلوس. اما اخيرا الموضوع اللي عايزين نقوله في الاخر هو باختصار شديد، وهو يعني ما يبحث عنه جمهور النادي الاهلي، المهاجم ثم المهاجم ثم المهاجم، وهو اكتر حاجه بيبحث عنها جمهور النادي الاهلي دلوقتي. اكدنا امبارح وقلناها امبارح في حلقه امبارح وباكدها تاني النهارده ان في مهاجم مغربي يسمى حمزه، ورضا سليم اللي هو الجناح الاهلي اللي تعاقد مع المغربي الفتره اللي فاتت بيساهم في الصفقه دي، وهو الرقم 2 بعد سوزا اللي هو نادي هيونداي عفوا بدا يغالي في الطلبات بتاعته عليه او الطلبات الماديه على الاهلي، ورغم ان سوزا هو المطلب رقم 1 لكولر، ولكن اللي حصل ان حصل تدخل من نادي مصري غلى الطلبات بتاعه نادي هيونداي الكوري الجنوبي، وبقى سوزا موجود في فكر النادي الاهلي وبيحاولوا معاه، ولكن هو رقم 1، ولكن الامل ما بقاش فيه زي الاول علشان المغالاه، واصبح حمزه هو رقم 2 وهو الاقرب للنادي الاهلي ويليه بديل ثالث. عشان كده قلت موضوع المهاجم محلول. البديل الثالث ده مهاجم كونغولي برضو بيلعب في الدوري المغربي. ده اللي كان عندنا النهارده، اتمنى اعرف رايكم في الكومنتات بالذات في موضوع احمد عبد القادر وموضوع سيد عبد الحفيظ، ده يهمنا جدا جدا كاهلاويه. ولو عجبتكم الحلقه تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.